السلام عليكم. النهارده ضيفي شخص عزيز قوي وجدا على قلبي. شخص بيصبح علينا كل يوم الصبح وبيدعي لنا ندخل الجنة قبل ما ينام. شخص بيحب العواجيز وبيعطف عليهم، سواء بقى مخرجين ممثلين او حتى يعني ناس بيقابلهم في المترو. شخص بيحبوا الأطفال والشباب الصغير، بيقولوا له يا جدو. ف دي كمان حاجة مميزة فيه. شخص من شخصين عايشين على وش الأرض اللي أنا أعرفهم يعني. حضروا في 2026 حفلة لمايكل من الصف الأول. وأعتقد إن دي حاجة يعني بريفليج محدش فينا ممكن يعيشه. النهاردة معايا ومعاكم الأستاذ عبد العزيز وليد. يا أستاذ عزيز، زي الفل يا استاذ احمد، أنت يعني منورني. مبسوط. والله انا اتشرف ان انا موجود معاك في بي موفيز. يعني انت عارف ان القناه دي عزيزه على قلبي جدا من اول يوم. ويعني الحمد لله القناه بتتطور برضه، هتلاقي يعني بتتطور على مستوى المحتوى وعلى الضيوف كمان، وعلى فيعني مستوى يعني انا انت مش فاهم، اه انت مش فاهم. اصلا انت كان المفروض تبقى موجود في القعده دي من سنه على الاقل. مهلا. في انا مثلا بقى يعني بنحاول. في 17 مشروع مثلا اتكلمت. الحمد لله وصلنا في النهايه اللي قدام الكاميرا، يعني وصلنا في نهايه الشهر كمان يعني غزير بالانتاجات، فان شاء الله نطلع يعني حاجه حلوه. احنا عندنا شهر بصراحه يليق بتواجد اه الاستاذ عزيز معانا. انا قلت لك آه، المستوى بيزيد في كل حاجه. يعني احنا واحنا قاعدين بنذاكر كده وبنشوف الافلام اللي نازله في شهر 8. لا حاجه بقى، هتقول بقى الاوديسي بقى والسبايدر مان والكلام ده كله لا يعني. لا، احنا الكلام ده داخلين. خلصناه بقى عشان ندخل في التقيل يعني. عامل ايه يا عزيز؟ وحشني. الحمد لله الحمد لله يا ابو حميد، انت اكتر والله، وانا يعني مبسوط ان انا معاك، ودايما الكلام معاك يعني حاجه تبسطني، سواء قدام الكاميرا او بره الكاميرا. دي اول مره نجرب قدام الكاميرا، فان شاء الله تطلع لذيذه يعني. حبيبي يا استاذ، حبيبي انا كنت انا اتكلمت بصوتك وبكلامك قبل كده في حلقه نولان بتاعه تينت. اه بس يعني وانا بحب الحلقه دي قوي. ما بحبهاش انت اللي كاتبها، مش بحبها علشان والله انت حليتها يعني وانا بتكتب ما كنتش متوقع انها ممكن تطلع احسن من كده، فلا يعني. وكمان الاضافات اللي ضفتها علقت مع الناس، فيعني برضه الخبره يعني. اكتر حاجه علقت. حبيبي يا استاذ، حبيبي. طيب خلاص بقى، مش هنقعد بقى نطبل لبعض ونقول في كلام معلب. عندنا ايه النهارده؟ اه جايين نعمل ايه؟ جايين نعمل ايه؟ جايين النهارده نتكلم عن الافلام اللي ان شاء الله هتنزل في شهر 8. يعني تذكير للناس بايه اللي موجود وايه ممكن يدخلوه، وعشان ايه، يعني ليه الفيلم ده ممكن يتشاف وليه الفيلم ده ما يتشافش. فيعني معانا النهارده شويه افلام كده على مدار الشهر هتنزل، هنحاول ان احنا نتكلم عنهم ونشوف يعني على الاقل ايه حلو وايه مش حلو يعني. حلو. مبسوط بالسبع شهور اللي فاتوا؟ ده السؤال اللي انا يعني السؤال الكليشيه بتاع منى. آه جدا يعني مبسوط جدا السنه دي. السنه دي احسن من السنه اللي فاتت، يعني سواء على مستوى غزاره الانتاج او كمان الاسماء الكبيره وتنوع كمان الانتاجات. السنه دي عندنا حاجات كتير حلوه. احنا لسه خارجين من شهر يعني في فيلمين صعب قوي ان هم يكونوا موجودين في سنه واحده، ما بالك في شهر واحد. فلا السنه دي انا مبسوط جدا منها يعني. تجارب كلها متهيألي يعني. والله حتى بعيدا عن الجوده، لان هي كده كده ممكن دي حاجه تختلف يعني، بس التجربه نفسها، فكره ان انت بتروح السينما عشان تتفرج على حاجه بالحجم ده، حاجه الناس كلها رايحه تتفرج عليها. آه يمكن انا شويه، يمكن الموضوع ده شويه عندكم في مصر ممكن يبقى بيتكرر يعني من وقت للتاني، مم. بس انا فكره ان انا ادخل سينما عندي هنا في قطر والاقي القاعه مليانه، دي حاجه مش بتحصلش كتير. و اه بس السنه دي كمان، السنه دي كمان على مستوى العالم كله، يعني على مستوى العالم ما كله احنا هو الفتره اللي فاتت اه السينمات مقفوله. انا بقول لك، فدي حاجه يعني. انا عارف ان الواحد على قد ما بيقول لا انا بحب السينما تبقى فاضيه وان انا كده ابقى قاعد لوحدي في البتاع، احساس جميل والله كل حاجه، بس برضه مم. بيبقى ليها كده. لما تلاقي السينما كلها مليانه والناس متفاعله مع الحاجه اللي انت بتتفرج عليها، ساعات بيبقى ليها برضه، او بتوحشني، عارف انت. اه بالذات في الحاجات اللي فيها تفاعل فعلا، يعني اه سبايدر مان تجربة وانت لوحدك لا هتقل كتير، مع الناس وهي متحمسة مع كل حاجة، لا كانت تجربة عظيمة يعني. جميل 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 جميل. طيب هنبدا بايه بقى يا باشا؟ هنبدأ بفيلم اند اوف فوكس ستريت، أول حاجة معانا. ممكن يكون اهم كمان حاجه معانا، او
يعني نظرا يعني للاسماء. اه يعني نظرا للاسماء هنحاول العظيمه اللي معانا. هنحاول بقى ما نبانش ان احنا اه يعني هنحاول نبقى متحمسين. انا متحمس ومحضر كل اوراقي يعني وتمام. بس هو فعلا يعني يعتبر من اهم الافلام عندنا يعني. ذا اند فوك ستريت. ثالث افضل فيلم عملته انا هسوي السنه دي، فيعني ده يقول المستوى فين يعني. اه الست براحتها كده كده، عشان بس يعني ايه نبقى فاهمين احنا بنتكلم اه في هي ايه. السنه دي كمان متالقه يعني ما شاء اه الله. اه انا عجبني الجزء الثاني بتاع ذا ديفل ويرز برادا. ويرز برادا. ما عجبني بصراحه، ما يعني مش ما كانش تقيل خالص على قلبي. انا عارف ان هو يعني الاستقبال بتاعه كان برضو شويه، بس مفهوم. عارف انت جزء تاني بعد وقت طويل كده، بس والله كانوا امم. يعني كانوا لذاذ. عارف انت ما اتضايقتش منهم خالص. و وفي ذا اوديسي طبعا يمكن هي واحده من، هي ومات ديمون يعني واحده من علامات الفيلم بالنسبه لي. ومع ان الناس كانت ف- بتقول ان هي بتزعق وبتاع، بس لا، هي في ذا اوديسي كانت جميله يعني. في الموقف ده، في الدور ده، هي عملت اللي عليها وزياده يعني. بالظبط. لا وادت الدور يعني ادت الدور اضافه كده. انا بالنسبه لي انا طالع من الفيلم بصراحه مبسوط قوي، مبسوط قوي ان هي عملته. ف فهي سنه يعني بالنسبه لها سنه زحمه وكلها حاجات يعني اوكي. ده اوديسي طبعا مكسر الدنيا. الفيلم اه بتاع ديفلز اوكي برضه ستيل فيلم لذيذ وحلو كده. وراجع دلوقتي مع ذا اند اوف اوك يعني ستريت. الفيلم ده من اخراج بديفيد روبرت ميتشل، اللي عمل فيلم ايت فولوز. ات لو فولوز. لو فاكرينه، كان فيلم رعب في 2018 حاجه كده. 2004. يا 2014 مش 4، 2014. اه انا حسيت 2014 2004 يعني. ده لا كان لا. فيلم كان فيلم مفاجأة، وفيلم فيلم حلو، فيلم حلو بتفرجوا عليه يعني. آه، لذيذ. حاسس ان اوك هيبقى حاجة مختلفة، ولا هو مجرد الاسم ان هاثاواي وايوان ماكريجر هو اللي مخليه هو كده انا شفت ممكن. 40 ثانيه كده، شفت 40 ثانيه منه، مش عارف هو مشهد كانوا منزلينه يعني كنوع من انواع التسويق او حاجه. يعني هو يعني حاسس ان هو كليشيه قوي يعني. هو الفيلم عموما فيه خيال علمي وغموض، ان في شارع او مدينه بتتنقل لعالم تاني ما وراء الطبيعه نوعا ما. في ديناصورات بتدخل في الشارع فجاه، في حاجات مخلوقات غريبه بتظهر. المشهد اللي شفته كان ديناصور كده بيحاول يهاجم انا هثاوي، اللي هي الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها بقالنا 20 و30 سنه بتحصل يعني. وهي بتحاول تضربه بالخشبة وهو عنده عقبات عشان يوصل لها. فمتوقع ان هو يبقى لذيذ، بس ما فيهوش تجديد، ما فيهوش اضافة كبيرة. هو بس اسماء الابطال واسم المخرج نوعا ما، ان هو كان عامل فيلم الناس بتحبه، الناس متعلقة بيه، قدم حاجة جديدة، بس الكلام ده من 12 سنة. فده اللي مخليه نوعا ما ريليفنت دلوقتي يعني، ان هو فيلم الناس مستنياه. هو حتى البطولة كانت اوسكار ايزاك هو اللي كان هيعمل البطولة، بس اختلفوا ومشي يعني. فايون هو اللي كان مكانه. فالفيلم نوعا ما يعني كمان جذاب لاسماء كبيره. على ايه بقى ده اللي احنا هنشوفه لما الفيلم ينزل. طيب بخصوص عدم التجديد والقصص المكررة، انت بتزهق من النوع ده من الافلام؟ يعني على حسب النوع ده. لو هي الفكره بتاعت ان انا هشوف ديناصورات بتهاجم البشر والبشر بيحاولوا ينجوا منها، فاحنا شفناها تقريبا من حاجه و30 سنه وبنشوفها على مدار السنين دي كلها. يعني جوراسيك بارك عمل ده في 70 فيلم تقريبا. وكمان هي الفكرة ان هو ايه التجديد اللي ممكن يتعمل بقى في النوع ده من الافلام او في النوع ده من القصص. محتاج طفرة، سواء على مستوى الجرافيكس انت تقدم حاجة بصريا مبهرة قوي، او ان انت تعمل قصة بقى يعني هيبقى السايد بتاعها هو الديناصورات والمخلوقات دي، انما ان انت تعتمد عليهم بس عشان تبقى يعني رحلة نجاة. فحاسس ان هو الموضوع كرر قوي يعني. انا معاك بس انا بصراحة يعني تبقى فاهم تمام. اصل انا الفيلم لو عمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي هيبقى فيلم عظيم يعني. فاهم قصدي؟ لو عمل قصه جنب اوكي. مش عارف ايه، ولو بقى لقينا نفسنا قدام حاجه ماشي. اكبر من اللي بيحصل قدامنا وكده، دي حاجه طبعا هبقى مبسوط بيها اكيد يعني، هتبقى حاجه عظيمه. بس عموما والله ليه لا؟ فاهم يعني؟ يعني في شهر زي ده الفيلم ده لو كان نازل الشهر اللي فات ما كانش حد، انا ما كنتش هعبر. فاهم اه اللي اوكي. هو ايه؟ ما هو اصل انت فاهم قصدي. بس في شهر اه فاضي فاهمني، نزلت سينما كده في يوم في وسط الاسبوع، ولا في ويك اند في حفله متاخره.
ايه القلق اللي ممكن يحصل، ايه الكارثه اللي ممكن تحصل يعني، فاهم قصدي؟ انا باخد بصراحه الافلام دي بالشكل ده، اللي هو يا عم لو بسطتني الساعه ونص ولا الساعتين واديتني كام تسلسل كده لزاز، هشتري. اهم حاجه عندي في النوع ده ما يبقاش ممل، يعني انا لو ما زهقتش انا يا لا عم تمام، فاهم. لا، هو ما اقعد ينفعش يبقى بقى ممل يعني في الاخر. بالظبط، اقعد بقى اكرر واجري وراهم وبتاع ومش عارف ايه. انا قصدي النوع من الافلام المتوسطه عزيز، ان انا مش داخل اصلا عشان مستني منه حاجه، لو اداني حاجه هيبقى فاجئني، فاهم قصدي؟ ماشي. بس يعني لو في الاخر طلعت بفيلم فوق المتوسط، طلعت منه بتسلسلين ثلاثه حلوين، ساعه ونص كده ممتعه. الفيلم الفيلم حوالي ساعه ونص، ساعه آه، ساعه و40 هي دقيقه، هي الفكره لذيذ. بس في يعني انا اوكي ممكن اتقبل كل ده من افلام متوسطه، بس انا القصه نفسها يعني احنا مثلا من كام سنه كان في فيلم اكشن بويز كيلز وورلد لو فاكره، بتاع سكارسجارد. كان حلو على فكره، حلو قوي. فيلم اكشن نزل برضه ما حدش سمع عنه، بس الفيلم نفسه كان مبهر يعني، خد الكونسبت البسيط قوي وعناصر بسيطه جدا بس قدم فيها اضافه. هو ستيل فيلم يعني فيلم بوب كورن هتشوفه مع اصحابك او حاجه، بس بس الفيلم نفسه قدم حاجه. عمل تكه زياده، عمل اه، تصميم شخصيه مختلف، عمل انا ما هو انا هي دي بقول لك الفكره اللي انا ببقى مستنيها يعني. وانا معاك، هو الفيلم ده انا كمان انا معاك مليون في الميه، يعني انا مش بقول لك لا، بس انا قصدي في اسوأ الاحوال لو في الاخر اداك ساعه ونص يعني لزاز، ماشي يا عم يلا تعال. ماشي. في هو شهر ما. الفيلم كمان فيه كونسبت العيله وان هم عيله بقى وبيحاولوا ينجوا مع بعض، حاجه كده زي وور فورز مثلا بتاع توم كروز، هو ان هي هو عيله بتحاول تنجو من خطر كبير. عارف مشكلته ان هو دايس على نقط كتير ممكن تعمل مشاكل يعني، فاهم قصدي؟ يعني اه كونسبت العيله ده ممكن يبوظ يطلع بالظبط. موضوع هو ساعة الديناصورات اللي مش عارف ايه ونص. ممكن يبقى مش عارف ايه، يعني انا معاك في كل ده، ان هو عمال يدوس على حاجات ممكن تضرب منه، بس لو فضل في الجنب اللي هو الايه الامن حتى، هيطلع العادي اه. يعني هيطلع انت فاهم فيلم مقبول وحلو. وبعدين انهى ثويه يا عزيز، يعني فانت تيجي على نقطة ضعف كده ماشي ما خلاص. يعني انت فاهم، انت داخل كده كده معاك الخمسة من عشرة في جيبك. اه يعني كفاية ان احنا شفناها. ايوه. والله يا ست هانم وحشتينا من القاعه اللي وكمان جنبك. السنة دي مش هنقدر نعترض عليها يعني، مش هنقدر تقول ان هي دي رجعت انا سوي، لا لان هي مقدمة حاجتين يعني خلاص احنا تمام مرضيين، فانا ممكن اكمل الساعة ونص دول كانهم يعني شيكات كانه ألبوم الست. مثلا. اه كانه فوتوشوت عاملاه وهنتفرج عليه وخلاص يعني. فوالله يعني، وانا بحب ايوان ماكريجر على فكره، انا ايوان ماكريجر انا بحبه ممثل جدا. يعني دمه خفيف بالنسبه لي، مقبول بالنسبه لي، وعمل ادوار تقيله، مش بس هو دمه خفيف ومقبول، يعني هو كمان هو هو عمل بيك كمان فيش. كمان تقيل، عمل بيج فيش وعمل دكتور سليب، انا بحبه قوي في اه دكتور سليب. انا دكتور انا سليب. بحبه قوي في دكتور سليب. الفيلم بتاع توم هولاند وهو صغير ده امبوسيبل، بتاع زي الفيضان امبوسيبل اه. ده، بحبه برضو قوي. اه فيلم حلو فليه جدا اه. حاجات تقيله وليه حاجات فاهم خفيفه واكشن وبتاع وكده هو اسم جذاب، هو لوحده شال افلام، فيعني مش حد صغير، وبقول لك يعني هو جاي مكان اوسكار ايزاك برضه، فالدور يعني نوعا ما كان متارجت ناس مهمه، مش اي مش حد دور وخلاص صغير يعني يعني. جاي جنب البطله كده اه وبتاع وخلاص لا هو دور فهنشوف. مهم اه. هنشوف. انا يعني متفائل شويه، بس مش مستني منه كتير، يعني انا مش داخل مستني حاجه بعظيمه، لو فاجئنا بقى وبتاع يبقى كتر خيره يعني. اتوقع هو ده الحال مع معظم الافلام النهارده يعني، ان هو يعني احنا يقدم يعني يعني اللي هو يجي يقدمه. في فيلم تاني هنجيله، انا ممكن اكون مش مستني منه حاجه خالص بقى، بس لما يجي دوره هبقى افكرك اه بيه. اوكي ماشي. انا عارف هيجيب مشاكل مع شخصيه معينه، بس يعني بعدين نبقى يلا. طيب. طيب عندنا ايه الفيلم الفيلم التاني؟ التاني، عندنا فيلم رعب من الجنرا المفضله بالنسبه لك. اوكي طبعا. وانا عارف. أنا عارف قد ايه انت بتبقى متحمس لاي فيلم رعب بينزل، والحقيقه انا ما كنتش هحطه، بس انت صممت واكدت عليا، قلت لي لا لازم انا نتكلم. اصريت اهو. لازم نتكلم على انسيديوس اوت اوف ذا فيرذر. ده الجزء ايوه الايه سادس. السادس صح؟ اه انت اتفرجت على الاجزاء اللي قبل كده؟ ولا واحد.
ولا واحد. اوكي، ما انت عشان كده ولا اصريت ان احنا نتكلم. ايوه اشوف السادس بقى يعني. انا ضيعت 5 اكيد مش هضيع السادس. احنا السنه دي كل فيلم جديد بينزل بيقول لك ايه، يلا ابدا ذاكر بقى الخمس انت بقى ست. شوف بقى 40 فيلم. بس انت طيب شفتهم اصلا؟ اه انا انسيديوس ماشي. بحبهم من اوكي. يعني من فتره، لان الجزء الاول ارتبط مع، كان المخرج بتاعه جيمس وان، وانا جيمس وان بالنسبه لي تمام. مخرج بحبه يعني. فال عظيم. بالظبط. هو عمل اول جزئين لو انا فاكر صح، اخرج اول جزئين. ففي بدايه تمام. انسيديوس الموضوع كان مثير كان مثير للاهتمام، وانا بحب اول فيلمين قوي. ماشي. مش قادر اقول كده يعني، احنا من الجزء الثالث كان لا، الدنيا كان واضح ان احنا ايه، خلاص بقى، جيمس وان مش هو المخرج، واللي اخرج موجود. الفيلم ده اصلا باتريك ويلسون اللي هو الممثل. ف- اوكي. الدنيا كانت احنا جايين الدنيا بقى باظت ايه، يعني. احنا جايين بنهزر يعني. ده ما كانش الثالث، لا ده كان الرابع يا عزيز تقريبا، ده كان الرابع. ماشي. بس حتى التالت برضو كان غطس يعني، فاهم. كان داون جريد احنا عن الاولانيين يعني. بالظبط، احنا اول اتنين حلوين، التالت نزل شويه، الرابع ده الدنيا ضلمت خالص. الفيلم اللي هو الاخير، ذا لاست كي ده، ها، بدأنا تاني، عارف، نرجع لاساسيات السلسله، ونرجع نربط تاني مع الفيلمين الاولانيين، ويحصل احداث تخلينا يعني فاهم، الموضوع بقى فيه كنت زي ملاحظ ان هو ده الباترن عموما في السلاسل الطويله قوي، ان احنا بنيجي في النص بندروب، بعدين بنحاول نرجع بفيلم شبه الاولانيين، بعدين بيبوظ في الجزء اللي بعده. يعني شايف ان هي تستحق 6 اجزاء؟ لا، اكيد لا، اوكي. اكيد لا. يعني انا بالنسبه لي كان بعد الثالث كنت المفروض تقولوا يعني، فاهم، خلاص عملنا فيلمين حلوين قوي، الثالث يا عم قفل ثلاثيه. قفل القصه بتاعتك، قفل الدايره بتاعتك وخلاص على كده. لو عايز بقى بعد مثلا 10 سنين تعمل ريبوت ليها، تمام، حلو. تمام. بس ان احنا نفضل مكملين في ده، مع ان الفيلم الاخير زي ما بقول لك ما كانش كارثه يعني، لا كان شويه رجعوا تاني يشموا نفسهم شويه. وكان عامله المخرج اسمه ادم روبيتل، كان عامل الفيلمين بتوع سكيب روم، كنت اتفرجت كان عليهم وانا بحبهم جدا. بحبهم، بحب الافلام ديت، فكان برضو ايه، دم جديد على السلسله. جايين يعملوا ايه دلوقتي بصراحه، انا مش يعني، انا مش عارف يعني، ما عنديش اي توقعات. انا اصلا سمعت الخبر من بعيد كده، وما كنت مفكره اشاعه في الاول خالص، اول اه. ما نعمل جزء قلت تمام بتاع. بس لا، انا ما اتفرجتش على يعني، انا ما اتفرجتش على ما اتفرجتش على تريلر، ما اتفرجتش على حاجه، بس هو حتى الابطال مش هم، باتريك ويلسون مش موجود اتغيروا عن الجزء الخامس. بالظبط، على كل الاجزاء. واحنا لغايه اللي فاتوا دول كانوا روز بايرن لا يا رب، الاخير ما كانوش موجودين فيه برضه. الاخير برضه ما كانوش هو موجودين. برضو الفرق الزمني برضو بيلعب كتير في موضوع الادوار ده، عمالين لان احنا نبعت سنين كتير. فده بقى والابطال بيكبروا ومش فاضيين يعني. انا مش عارف بصراحه، بقول لك ما اتفرجتش حتى على تريلر او حاجه، فانا مش عارف حتى القصه بتاعتنا احنا هنروح فين، بنكمل ولا بنعمل بقى بريكول، ولا بنزق بعد سنين هو كتيره او كده. اللي قريته ان هو تكمله، بس يعني واخدينه من منظور مختلف. بس يعني هي تكمله على الاحداث. بس بعيدا بقى عن التكمله، اصلا انت شايف ان افلام الرعب اللي هي معتمده على الشياطين والجن والحاجات دي عندها فرصه دلوقتي تنافس وتطلع في وسط ما احنا عندنا افلام بتقدم افكار جديده، منظور مختلف للرعب، حاجات زي باك رومز، اوبسيشن، سينرز مثلا، ذا سابستانس لو رجعنا سنتين لورا؟ شايف ده لسه موضوع محتاجين ان احنا نتكلم فيه، او عنده آه، فرصه ان هو يطلع؟ عنده فرصه بشكل عام، لا يعني هو ده اوكي. خلاص نزل انت فاهم، نزل خلاص المركز الثاني او الثالث كمان، لان اه. حتى الرعب الجسدي خد خطوه في السنين الاخيره. الرعب اللي فيه دم اه. وبتاعه كده اخد خطوه، زي انت بتقول، بدا يدخل شويه افكار كمان عليه، بداوا يشتغلوا ايوه، ان شويه. هو حتى مش رعب الجسدي اللي هو بس مش السلاشر بتاع من زمان بره، حتى لا وبتاع كده. لا، في ذا سابستانس مثلا في ناس مش بتصنفه رعب خالص، لانه فعلا كان فيلم تقيل قوي يعني. فلا انا معاك بصراحه، لا، اوكي. لحد ما حد يجي ويعمل يعني فاهم، ما هو مثلا احنا ممكن نقول توك تو مي برعب اشباح وتلبس اوكي. وحاجات كده،
وكان فيلم حلو قوي، ماشي. كان فيلم حلو قوي. من كام من سنتين ثلاثه كان في فيلم ارجنتيني اسمه وين ايفل ليركس، برضه اشباح وشياطين شفتوش. وتلبس وكده، وبرضه قدم منظور جديد. بس يمكن ده علشان ارجنتيني يعني، فاهم؟ خلينا برضه عشان برضه انت لا برضه حاجات ما اتهرستش كتير قوي. ايوه لما بتتعرف على ثقافه جديده اه وعلى بتاعه كده الموضوع بيبقى بالنسبه لك فريش. بس احنا لو خدنا توك تو مي مثلا او برينج هير باك حتى اللي اتعمل السنه اللي رينج فاتت، بار كان حلو جدا. بالظبط نقدر نصنفه كده، نقدر نصنفه اشباح وتلبس وحاجات كده يعني. فلسه بس طبعا. حتى يعني عناصر الرعب نفسها انا شايف يعني دلوقتي مثلا لو جينا نبص على باك رومز بما انه اخر حاجه نزلت، هو كحاجه هي ما اتعرضتش قبل كده او ما اتعملتش، لم يتم استخدامها في فيلم رعب قبل كده. طبعا يعني هو كونسبت اصلا هو مرعب علشان انت مش فاهمه، هو مرعب علشان هو مريب جدا. هو مرعب بس عشان انت الفكره بتفكر، اوبسيشن مرعب يعني. عشان انت بتفكر فيه. هو انت اه هو انت الحقيقه افكارك اللي بتضرب في دماغك وانت بتتفرج هي اللي مرعبه، هتخوفك. مرعبه وبكتير قوي عن اللي انت بتشوفه او حتى عن اللي المخرج فكر فيه. فهو ايوه هو بيسيبك. سايبك لدماغك. بالظبط، هو بيسيبك لدماغك، والسيناريوهات اللي انت بتعملها دايما بتبقى اصعب يعني. احنا علشان كده انا مش بقول يعني احنا محتاجين حد يعمل، يعني انا نفسي جدا اشوف مثلا فيلم رعب انيميشن جديد اللي هو انت عندك كل المساحه تعمل اللي انت عايزه. فلا انا هشوف حاجه جديده ما شفتهاش قبل كده. نفسي ويز اندرسون يعمل فيلم رعب. آه، ح- انا متفائل من حاجه عزيز. الفتره الاخيره دي اخر اوكي. سنتين ثلاثه تصنيف الرعب نفسه بدا يبقى ليه قيمه شويه. اوكي. اه آه، وبدا يوسع اكتر كمان. بالظبط وحتى بين النقاد يعني. اوكي، الناس طول عمرها بتتفرج على افلام رعب وافلام رعب بتحقق مم. ايرادات وبتدخل والسينمات، وفي شهر 10 الدنيا بس اه انا قصدي على المستوى النقدي وعلى مستوى حتى الجوائز وعلى مستوى الترشيحات والحاجات دي بدات تكبر شويه. فاعتقد ان الفتره اللي جايه ديت هيجيب التصنيف ده، هيجيب مخرجين اكبر. اوكي. فهنبدا نشوف يمكن الحاجه اللي نفكر فيها يعني. احنا كنا بنتكلم او انا دايما عمال اقول انا نفسي اشوف نولان بيعمل رعب. وبعدين جدا. دخلنا ذا اوديسي وشفنا تسلسلين ثلاثه رعب رعب. اه وكمان ما كانوش متوقعين يعني. فاهم؟ ليه لا؟ انا متهيألي يعني ما اعرفش، بس هو كان في اشاعه قبل كده ان هو بيفكر يعمل فيلم رعب حتى بدل ذا اوديسي يعني. كان عنده حاجه هو كان او حاجه في كده. حاجات طلعت قبل ذا اوديسي ان هو هيعمل فيلم مع روبرت داوني جونيور بعد ذا اوديسي وكان هيبقى فيلم رعب. حاجات قالت على قالوا خفيف حاجه كده اه. حاجه قصيره كده او حاجه او بتاع. آه، مم. فانا حاسس ان مثلا واحد زي نولان دلوقتي بيفكر يعمل فيلم رعب. اوكي. وحاسس كمان ان دلوقتي الباب مفتوح له جدا، يعني يعمل اللي هو عايزه. نولان دلوقتي ما حدش هيقول له حاجه، وافلام الرعب دلوقتي الناس مستنياها بقى، هتبقى حاجه فعلا، هتبقى حاجه كبيره. النهارده كلهم بيتكلموا عن اوبسيشن مثلا وباك رومز والافلام دي يعني. اه لما بيطلعوا مثلا في اللقاءات هي دي الافلام اللي بيجيبوا سيرتها لما الناس اه بتجيب نولان سيره نفسه. الافلام. بالظبط، انا قصدي كده، انا قصدي نولان والمخرجين اه والممثلين وبتاع هي دي الافلام وانت عارف هي الموضوع كله صناعه. فالحاجات دي طول ما هي ماشيه وطول ما هي بتنجح وطول ما هي بتاخد تقدير هتجيب ناس اكتر. هتلاقي وكمان حد هم يروح. زقوا الدنيا قدام قوي يعني بالفلوس اللي حققوها اوبسيشن وباك رومز السنه دي. الموضوع ما بقاش بس ما بقاش ان احنا بس بنقدم كونسيبت مم. جديد او حاجه بتاع، لا الناس كمان بتدخل والناس بتجيب والافلام بتجيب فلوس وكده. فانا حاسس ان زي انت بتقول يعني ويس اندرسون نولان الناس دي انا حاسس انهم هيشتغلوا رعب في الفتره اللي جايه، هم او غيرهم يعني من الناس اللي المخرجين عندها اللي عندها تجربه مختلفه ما اتعملتش رعب قبل كده، يعني مثلا لما كوبريك عمل ذا شاينينج من 40 سنه، الفيلم بصريا متعب. يعني الفيلم بصريا حلو بس متعب جدا. حاجات زي مسلسل هانيبال مثلا، مسلسل ارتستيك قوي بس انا عيني بتوجعني من كتر اللي انا شايفه، بس انا مش قادر اشيل عيني. دي الحاجه اللي انا مستني اشوفها في افلام الرعب بفكره جديده بقى. وانا حاسس الفتره اللي جايه هتبقى الموضوع انا هيبقى اتمنى اوسع يعني يوم ممكن واكبر احب افلام الرعب. انت كده كده خلاص يعني يعني على الاقل ما بقتش كاره. فانا بالنسبه لي دي كمان دي حاجه يعني. اه خد يعني بالك ان كل ده في سنتين بس، فيعني ده يعني انجاز والله. شكرا باك رومز افضل فيلم رعب في القرن يعني. بس هو فعلا فيلم حلو قوي يعني. فيلم انا حبيته جدا وبعدين انت كل سنه دلوقتي بقى لنا سنتين ثلاثه على الاقل في التوب 10 بتاعتك بتفكر ان انت تحط فيلم رعب. اه يعني يعني سيبك من سينرز الترتيب. وسابستنس. يعني سيبك من الترتيب. اوكي، على الاقل بيبقى عندك فيلم وبيبقوا فوق قوي يعني اخر سنتين هم لا بالظبط. يعني توب 3 كمان. ف... فدي حاجه كويسه، وزي ما بقول لك هتجيب مخرجين اكتر ان شاء الله يعني. ان شاء الله. طيب احنا طيب خلاص ماشي. فيلمين ممكن يتصنفوا ذا اند اوف فوكس ستريت ممكن مش رعب قوي بس يعني ممكن يبقى فيه لمحه كده. انسيديوس عشان رعب المخرج صرف. كمان يعني. اه
انا حاسس انه هيطعم بشويه هيروح رعب للحتة حلوين دي يعني. الفيلم التالت عندنا ايه بقى يا باشا؟ الفيلم التالت عندنا كويوتي كيوتي فيرسس فيرسس اكمي اكمي، لو احنا بننطق يعني الاسم صح. تقريبا. عملنا مش نص كونسولتو، يعني عملنا كونسولتو على الاسم. عارفين حاولنا الارنب ابو نتواصل مع بتاع حد ده؟ ما وصلناش لحاجة. هو ده بقى. عارفين الارنب؟ انتوا عارفينه صح؟ آه، في اي حاجه ممكن تبقى شدنا للفيلم ده غير الشخصيات؟ يعني الشخصيات طبعا احنا كلنا عارفينها، حتى لو يعني اه انا مش فاكر ان انا ممكن اكون اتفرجت على فيلم كامل ليهم، بس انا عارفهم. اه يعني احنا طفولتنا طالعه كده وهم يعني هم موجودين في الخلفيه. حتى لو مش في طفولتك هتشوفهم في ريل او هتشوفهم في فيديو على اليوتيوب، فهم موجودين في كل حتة يعني. بس انا في قصدي انا في كده، انا 3 حاجات قصدي شدني. رقم واحد. رقم واحد جون سينا. آه. أهو. جون سينا هو عنده كل سنة فيلم، فيلم لذيذ يعني، مش فيلم عملاق بس فيلم لذيذ، سواء انا فيلم للكبار فقط او فيلم اطفال. انا عندي اعتراف ان متألق يعني. انا مؤخرا بدات احبه قوي. انا بحبه جدا. لا يعني سحب، قصدي انت فاهم، انا ما كنتش بحبه، كان بالنسبه لي تقيل اه تقيل، بس لا سحب الاعجاب كده بدراعه، فاهم؟ ايوه خده بدراعه اه. اه بصراحه. وكمان هو عنده حته ان هو بيهين نفسه، هو بيهين نفسه في الافلام عشان يطلع مشهد بيضحك. فدي حاجه انا بقدره جدا عليها يعني. لا ليه كام فيلم اوكي زي انت بتقول، ممكن ما يعلموش، انا ممكن ما افتكرش حتى اسامي الافلام، بس انا فاكر شكله فيهم دلوقتي يعني. اه هي افلام بتعدي، افلام ما بنقفش. كان عامل فيلم مع ادريس البا، كان طالع فيه رئيس اه هيدز اوف ستيت. والله اه يعني انت فاهم، هو النوع ده من العبث والهلس. ايوه اللي هو انت مش مستني حاجه، انت حتى مش مستني تخلص الفيلم وتفضل فاكره، انا عايز بس الساعتين ابقى مبسوط وخلاص. اصل يا معلم، هو جون سينا رئيس امريكا، فانت مستني ايه؟ قصه ايه بقى اللي انت اه اصلا هتبقى بتتكلم فيها؟ هو بقاله كام سنه مستمر على كده يعني، هو كل سنه ليه فيلم في منتهى العبث وفيلم لذيذ وخلاص يعني. اوكي. فجون سينا رقم واحد. اه رقم اتنين جيمس جون. الراجل اللي انقذ دي سي، عمل افضل فيلم سوبر هيروز السنه اللي فاتت، وواحد من افضل افلام السوبر هيروز السنه دي، سوبر مان وسوبر جيرل. بيثبت تفوقه. انقذ دي سي خلاص. انقذ دي سي خلاص يعني. احنا هيمشي تمام. بقى، هيمشي بقى. احنا تمام، ممكن نشوف حاجه تانية ننقذها بقى. هيمشوه من كتر الانقاذ، عارف؟ ممكن نروح ننقذ حاجه تانية يعني. لا بس جيمس جان انا بحب رؤيته انا جدا انا انا للحاجات بالذات المجنونه يعني. انا بحبه والله العظيم، والله العظيم بحبه. يعني انا جدا. انا بجد بحبه. يعني انت فاهم، حتى لو انا يعني انت عارف ان انا ما عجبنيش سوبرمان. بس يمكن ما عجبنيش راجع نفسك. علشان لا ما انا يعني حاولت والله. بالعكس، انا يمكن ما عجبنيش عشان انا كنت مستني كتير قوي من جيمس جان. عارف انا عارف ان هو عنده احسن من كده بكتير. يعني هو بيعمل الحاجات زي انت كده بتقول، الحاجات المجنونه ديت، وعنده رؤيه، وعنده بصمه بصريه كده، عملها اكتر من مره. عملها في جارديان اوف ذا جالاكسي، وعملها في هو اللي انا مش فاهمه، انت ازاي مش شايف ان هو عملها في سوبرمان بس يعني هو عملها جدا في سوبرمان. ما ده اشتريتش جاب والله. سوبرمان من اقصى اليسار لاقصى اليمين يعني ما اشتريتش خالص بصراحه. انقذه من تحت دراع زاك سنايدر ولونه يعني، دي حاجه تحسب له جدا. انا هو انا برضو ولا حتى يعني انا المشكله ان انا ما بحبش زاك سنايدر، يعني انا برضو فاهم. انا بحب الاثنين فاتمنى، يعني اتمنى ان اللي جاي يبقى احسن. انا مش عشان انا بحب جيمس جان، يعني انا برضو مش دي حاجه مضايقاني يعني، فاهم قصدي؟ انا كنت متخيل انه لا هياخد العالم ده فاهم، هيكسر الدنيا. بس يمكن برضو دي لسه البدايه يعني. مش عايز هو يعني، انا انا شفت لسه. الفيلمين وشايف ان هي لحد دلوقتي انا شايف بدايه موفقه بصراحه في استعراض البطلين على الاقل. يعني شايف ان احنا قدمناهم كويس عشان لما يتقابلوا مع بعض في فيلم يبقى في حاجه، فانا مرضي. ما هو يعني ماشي، يعني انت مرة دي عشان حاجات كتير، بس انت يعني بتقولها بالعافيه يعني. لا انت بقى ماشي. انت برضه عشان بتحبهم، انت فاهم، بس ماشي. ماشي. وانا بحبهم وعملهم حلو يعني. عايزين احسن، ماشي. عايزين احسن، مش عايزين نبقى اه عايزين احسن.
ما ترضاش ايوه ما ترضاش شوف ابن بالمقبول يا خالتك عزيز. في مارفل بيعمل ما ايه. ترضاش بالمقبول يا عزيز. الراجل في يومين عمل 900 مليون. انا مش فاهم في ايه والله يعني. مين لا يدخل يعني. مش اي ماكس، انا مش فاهم ده لو كان نازل اي ماكس ايوه كان هيبقى كان 2 وفي ذا مليار. اوديسي لسه في السينما. ايوه انت فاهم، كان يعني انت ده لو اي ماكس كان عمل 2 مليار في يومين وخلاص وقف يعني، خلاص انا السلام عليكم. زمان يعني بصراحه. ف ده ممكن يكون المقبول، انما تقول لي ما علينا ما علينا. ماشي خلينا نرجع تاني نرجع لكايوتي. للاستاذ ارنب والاستاذ ثعلب. السبب هو جيمس الثالث جان هو جيمس جان هو بروديوسر ومساهم في القصه، فهو السبب التاني. انا متهيألي هو كاتب السبب كمان التالت صح؟ بقى فكره، هو مساهم في مم. القصه. السبب الثالث السبب التالت فكره بقى دمج اللايف اكشن بالكرتون. انا بحب الموضوع ده جدا. الموضوع ده دايما لما بيظبط بيبقى يعني مرعب يعني من كتر الجمال. حاجات بقى سواء اتعمل ككرتون امريكي او انمي مثلا بيبقى دايما مبهر يعني. انا متهيألي ان هو بيساعد ان انت تتقبل اي حاجه تحصل قدامك على الشاشه يعني. بالظبط انت برضو الانيميشن او الانمي، انت داخل، انت خلاص انت في عالم اصلا كده كده انت بس لما بتلاقي الميكس ده اللي هو يلا بقى فاهم. انا حتى شايف ناس بتحبها وفي نفس الوقت جنان بيحصل على جنب. حتى الخيابه اللي ممكن تتعمل او العبث اللي ممكن يتعمل من الممثلين العاديين، انت ما انت تمام، ما هي دي خلاص يعني. فرصتك، او مش هتعمل ده في هنا ارنب هتعمله امتى؟ بيتنطط يعني. ايوه بالظبط، أنت فاهم هتعمل ده امتى. انا ممكن اكون بس المخرج اللي انا مش متحمس له شويه، لان هو كان ليه تجربه قبل كده مع سلاحف النينجا، الفيلم اللايف الاكشن بتاع سلاحف اه النينجا، يعني كان شكلهم بس غريب. برضه يعني برضه هي الفكره نفسها من الاول غبيه قوي يعني. ليه فيلم لايف اكشن لسلاحف النينجا يعني مستنيين منه ايه؟ حاسس ان هي مستحيل يطلع حلو. انا يعني دي يعني من الحاجات فيلم اللي ضايقتني يعني فاهم، انا بحبهم قوي وبتاع اه كده، بس فلقيت حاجه قدامي مسخ يعني. كان ف بايخ فعلا ف يعني يمكن برضو دي الحاجه اللي مقلقاني منه شويه، بس هنشوف يعني. هل هدخله سينما؟ يعني لا ما اعتقدش، يعني الموضوع مش مش الا مستاهل. يعني. واتوقع كمان هو ينزل ديجيتال بدري يعني متهيأليش هيطول يعني. على طول. ف يعني برضو لو حد بقى عنده اطفال مثلا، او اولاده بيحبوا الناس ديت، الارنب والثعلب الشقي. ممكن ان كان اسمهم يعني. آه. ممكن ياخدهم وي... ويدخلوا. هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تدخله لي على فكره، ان انا مثلا وهي دي ان الافلام انا اللي اصلا الاطفال هيحبوها من غير تفكير يعني. بالظبط، ان انا مثلا الاقي نفسي عايز ادخل معاهم سينما في الوقت سمح، فاكيد ده موجود يعني، فيلا بينا. اوكي. طيب عندنا الفيلم الرابع وفي العادي ده المفروض يكون واحد من اهم اصدارات السنه يعني، المفروض. مثلا لو الكلام ده في الثمانينات مثلا. قوي كده معقول يا عم؟ ده انا لسه بقول بتحب يعني حاسس العواجيز وبتحب خلاص خلاص بقى. بس للدرجه دي 92 سنه يعني. بالعكس مش للدرجه دي. الفيلم الثالث ذا دوج ستارز، ذا ستارز اخراج ريدلي سكوت. آه اه خلينا بس نتفق على حاجه، ماشي. والكلمتين دول عشان اكيد ساره بتسمعنا، وعلشان بس نتجنب الديسلايك. ريدلي وانا ما سكوت اقدرش ازعل ساره. ريدلي سكوت واحد من اعظم المخرجين في تاريخ هوليوود، عشان بس نبقى ايه متفقين. بحترم فيه حاجه يا عزيز جدا، ان هو في سنه ده وكمل الانتاجيه اللي هو فيها دي. انا ما دي هي دي حاجه حاجه. مستفزه برضو. ليه ما تخلي الراجل يشتغل؟ ما اصل هو الراجل يعني هيفضل كده لحد ما نص مسيرته تبقى افلام وحشه، فمش هيبقى ريدلي سكوت. عمره ما هيبقى نص، عمره ما هيعمل اكتر من اللي عمل كعدد حتى. ماشي بس فاهم قصدي ازاي؟ هيعمل كتير. عمره انت كاس العالم اللي جاي لو ميسي لقيته في تشكيله الارجنتين هتقول ماشي مش مشكله، ده لاست دانس استنى يلا. هقوم اجيب التيشيرت. فاهم؟ وهيبقى برجل واحده وبيعرج بس وبتاع. الحكم ظلم مصر. بس الحكم ظلم مصر. حسنا نطلع على اليوتيوب. فال... الانتاجيه دي انا بحترمها بصراحه، ان هو الراجل لسه حابب يشتغل. ماشي. تمام. بيخيش في الفتره الاخيره. والله قوي. انا برضو مش، ما هو انا بقى ده اللي ممكن اختلف عليه، لا مش لدرجه قوي. طبعا بيخيش لا بس قوي يعني، لا مش للدرجه دي.
شايف قوي قوي يعني بصراحه. ليه الراجل لسه عامل ذا لاست يعني دول ده امتى يا عزيز؟ من 5 سنين. طيب ما هو ده بعيد يعني. ما هو ما الفكره بقى ان هو مش لا بعيد، بس هو عمل بعده 10 افلام وحشه مثلا. انت هي فاهم، ما الفكره ده مش ان هو يعني بعيد. ماشي يا عمي. انا يا عم حتى هقول لك حاجه، حتى جلاديتور الجزء الثاني اللي كان السنه اللي فاتت مش سيء. لا انا ما اتضايقتش. اه طبعا ما فيش مقارنه، اه طبعا مش مليون كل العيوب اللي انتوا ممكن تقولوها انا معاكم، بس هل فيلم سيء؟ لا ماشي، بس برضه جلاديتور حاله خاصه قوي علشان انت نحيت جزء كبير قوي. لا هو المفروض يكون في مقارنه، ما هو جلاديتور 2. لا مش قصدي انا قصدي انا فاهم ان الاولاني افضل بمراحل، ايوه، مش قصدي ما فيش مقارنه. ما هو جزء من قياس الفيلم هيبقى بده، طبعا فهو طبعا. برضه يعني بس مش ده هل فيلم، المشروع اللي هنبقى نقول ريدلي سكوت شكرا عليه. لا مش بس هل سيء؟ هل فيلم سيء؟ فيلم لو انت دلوقتي معدي ريته شغال مش هتقعد تتفرج عليه؟ مش لدرجه سيء يعني، انت فاهم قصدي. ماشي. آه انا بس ده قصدي يعني، هو الموضوع مش، ما بقولش ان هو ما بيخيش، لا بيخيش طبعا. آه بس شغال يعني، فاهم قصدي، شغال. ده هو مارشان ده، انا ده مارشان بالنسبه 2000، لي لا مارشان قديم شويه، مارشان من 10 سنين مثلا. هو انا كنت لسه هقول لك كده، انا بالنسبه لي اخر فيلم ريدلي سكوت عمله وانا فعلا حبيته، لما الاقيه شغال في اي وقت هقعد اتفرج عليه، هو ذا مارش. ده اخر حاجه انا اشتريتها لان بس انا اصلا ده مش لاست بيج دول حلو فان قوي صحيح. يعني. اه ماشي اوكي انا فاهم قصدك، بس ماشي ذا لاست دول كمان حلو قوي بصراحه. فيلم ماشي، بس تقيل، فيلم بس تقيل قوي يعني. بس ذا مارشن ممكن يدخل توب 10 افلام عموما في اللي معاك، عملها ريدلي سكوت معاك. بس وفي الاخر برضو انا فاهم كويس قوي ان احنا لما بنتكلم على ريدلي سكوت فاحنا بنبقى مستنيين مستوى. وانا دي، اه انا اه، عارف ان هي ظلم، بس والله لا، ما انت اللي جامد فانت استحمل يعني، انا مش هطبطب. هو ده الستاندرد بتاعه اللي هو عمله على مدار بالظبط، سنين بالظبط. فانا دي حاجه انا مش والله انت اللي عملت كده. انت انت اللي عملت بتاعتك مسيره، يعني. اه انت اللي عملت مسيره خرافيه، فانا دايما مستني منك حاجه كويسه. بس زي ما بقول لك هيفضل ليه لسه وزن يعني. انا مش متحمس، عشان بس نبقى برضو يعني، انا بص كل الدفاع اللي انا برفعه عنه ده، انا مش متحمس بصراحه يعني. انا كنت ده الفيلم اللي كنت بقول لك عليه واحنا بنتكلم على دوك ستريت، ان اه، مش مستني منه حاجه. خالص. تمام. الكاست لذيذ ودمه خفيف والناس كلها جميله وحلوه، ومارجت كوالي وجاي بيرس وجاكوب الوردي وجوش برولي، كل الناس دي كلها كلهم بحبهم الكاست تقيل، جدا. يعني كاست مش بس لذيذ، كاست تقيل جدا يعني. تمام. بس هل انا مستني حاجه من الفيلم؟ خالص، خالص. بس تاني، هل هيكون في يعني هو ممكن طبعا يكون فيلم سيء، انا مش عايز ابقى يعني فاهم بتاع، بس الراجل شغال، فاهم. فيلم خيال علمي وبتاع واند اوف ذا دايز واند اوف ذا وورلد وبتاع كده، تمام. انا هي مش الفكره كمان ان هو الفيلم يعني بعيدا بقى عن هو مستواه، كمان هو الفيلم قصته قررت يعني كتير قوي. يعني معاك. الوباء ونهايه العالم يعني برضو يعني حتى ريدلي سكوت لو مش هستنى منه جوده كبيره، هستنى منه حاجه يعني تخطف، هستنى منه حاجه هقول والله الراجل ده لسه عنده حاجه يقدمها حتى على مستوى الافكار. انما هو ما بقاش عنده على مستوى الافكار ولا على لا مستوى التنفيذ، فيعني لا يعني ما لا انا على مستوى الافكار ممكن ما يكونش عنده، انا معاك، بس على مستوى التنفيذ انا لسه والله شايف ان هو لسه ليه يعني، لسه في الرمق. ده اللي ممكن يكون اختلافي معاك يعني. انا بس بالنسبه لي هو منتهي اكتر من كريستيانو رونالدو مثلا، يعني خلاص انا هو اللي بيقول، هو اللي بيقول انا ماليش انا دعوه. رفعت هو هو اللي بيقول انا ماليش دعوه. ريدلي سكوت ده اعظم شلت مخرج ايدي. عايش على وش الارض. اعظم من آه، كريستوفر نولان، براحتك. احنا في شهر 8، اعظم مخرج في شهر 8. براحتك. لسه زودي في السينما. فانا بصراحه مش مستني كتير، انت فاهم، وحاسس ان الفيلم ده اخره فيلم منصات يعني، فاهم قصدي، عارف انت الافلام اللي هي اه، ايه. بصراحه مش وده الفيلم اللي هينزل ديجيتال بسرعه وبتاع ومحدش هيحس بيه كل الكلام ده، بس هتفرج عليه. ممكن ما ادخلوش سينما برضو، بس يعني هبقى مهتم اتفرج عليه. انا لسه ببقى مهتم ان انا اشوف مشروع ريدلي سكوت الجديد. الموضوع ده ماشي. هيفضل مكمل لغايه امتى يعني ما اعرفش. بس يعني ما جاتش عليه ما هي دي يعني. النقطة اللي أنا كنت بقول لك عليها، يعني ما كنتش حابب إن الموضوع يوصل لفكرة هو هيفضل مكمل لحد إمتى، إن أنا هفضل مستحمله يعني. بس انا ريدلي معاك سكوت وستيفن والله. سبيلبرج. انا بص انا معاك والله، بس انا الناس دي يا عزيز ببقى دايما مديهم البنفيت اوف ذا داوتس، فاهم. انا
تاني هضرب لك مثال ميسي لو عنده 50 سنه انت مستني الصوت. مالكش دعوه بميسي يا عم، ما انا عارف ده، مالكش دعوه بميسي. انا عارف انا بعمل ايه. انت مستني الشوطه، فاهم؟ انت مش مستني ماتش حلو، بس انت ماشي. مستني، فاهم، اللحظه اللي مش بس برضو عشان ميسي ما فيش، يعني هو ميسي بس ريدلي سكوت يعني عندنا مارتن سكورسيزي مثلا، هو الراجل برضو يعني عجوز خلاص يومين وهيودع، بس ستيل مارتن سكورسيزي قادر يعمل حاجات ما حدش هيعملها غير مارتن سكورسيزي. يعني انا معاك في دي، انا اكيد انا مش هيوح للدرجه يعني. هي دي الفكره يعني. اه بعيدا عن الجوده حتى، وبعدين الفيلم بينجح ولا لا، هو لسه ماشي في الخط بتاعه او لسه والراجل بيعمل حاجات، هو اه مارتن سكورسيزي اه يعني. فيعني مش هيوح برضو معاك في الحته دي بصراحه. ماشي. فا هنشوف يعني هيطلع منه ايه. بس بصراحه اتمنى يطلع حلو يعني. الكاست شويه ممكن يكون مطمني يا عزيز، او مش مطمني يعني انه هيبقى فيلم بس. مم. فاهم؟ اصل انت ما فيش حد فيهم دمه واقف. اه الناس كلها حلوه وناس لذيذه وناس بتاع. فالفيلم في حدود الساعتين برضو يعني نشوف. 120. يعني انا بصراحه بس مش يعني مش متحمس، مش هكدب، مش يعني مش بس كنت. مستنيه، بس لو قابلني هشوفه يعني. بالظبط يعني انا ما يتهيأليش برضه هدخله سينما. الا بقى، فاهم؟ اصل احنا في الشهر صعب اللي أوي. احنا فيه ده، شايف احنا كل حاجه تقريبا بنقول مش هندخله سينما. يعني انا اعتقد الشهر ده انا هدخل سبايدر مان وذا اوديسي. هرجع اه ادخله كنت لسه تاني. اقول لك كده يعني. هرجع. فلوسي سبايدر مان اولى بيها، او يكمل ايوه. ال 2 مليار وخلاص. انت فاهم؟ هرجع ادخلهم تاني. يعني دي ممكن تبقى الافلام اللي في السينما الشهر ده. بس يعني عارف انت ساعات بيجي لك كده ايه، اوفر، تذكره اه ببلاش، مش عارف ايه. فساعتها ممكن ادخل فيلم من دول، علشان انا ممكن ادخل فيلم ريدلي سكوت عادي وفي احتمال مثلا يا سيدي 50% مش اكتر من كده انا اطلع مبسوط. بس الاستاذ جيسون ستيسم مش عارف هو. برضو انا بحترم عارف، انا انا لا احترم اي من النقطه دي، انا لا احترم اي حاجه. الراجل مصمم يعني، فاهم؟ الراجل سادد ودانه ومخبي عينيه و- و... و... وتصميم رهيب. انا هعمل نفس سيء. الفيلم كل سنه، ولو في فيلمين في السنه هعملهم. يعني انا متهيألي، وانا والله هنتج اعلم، انا متهيألي ان السنه دي هو ليه فيلمين. انا مش متأكد، بس انا متهيألي تقريبا السنه دي ليه فيلمين. ايه هم؟ ما حدش تقريبا يعرف اسمائهم ما ايه. حدش مهتم يعرف. مين انا بقول بيشرف. لك على احد مواقع الافلام يعني، كان الفيلم اسمه Untitled New Jason Statham Movie. يعني اللي هو هي الصفحه ثابته واحنا بس بنحط البوستر بتاع كل سنه وخلاص. تمام. صعب هو قوي. كان بقاله 5 سنين كل شهر واحد، شهر يناير بينزل. ده السنه دي، ده احنا ده سايق فيلم قوي يعني الموسم الجوائز. ممكن يبقى عمل فيلم على فكره في شهر يناير بس ما نعرفش يعني. والله العظيم هدخل اشوف. آه، ده انا قصدي هو كده بالنسبه له شهر 8 ده موسم الجوائز، انت فاهم؟ ده صبر، ده اه يعني ده استنى. ده احنا هننافس بقى. ده استنى لاخر السنه يعني. فانا مش عارف، انا مش عارف بصراحه الاصرار ده، مش عارف يجيب فلوس منين. شيلتر ليه فيلم السنه دي اسمه شيلتر؟ اه انا بقول لك انا يعني ليه فيلمين السنه دي اهو. فالسنه ده الفيلم اللي نزل شهر واحد يا عزيز. ما اوكي. انا بقول لك هو اكيد نزل فيلم بس احنا ما عرفناش. ده الفيلم اللي نزل في شهر واحد بس اسمه شيلتر. وطبعا يعني محدش شافه، محدش يعني. ده في 80,000 واحد شايفينه على ليتر بوكس، وانا بالنسبه لي ده رقم يعني. الكرو. ده رقم مبهر يعني. انت ايه ده؟ ده فاهم. لقوه فين اصلا؟ تمام. الفيلم اسمه ميوتني حاجه كده، موتيني تقريبا او ميوتني. ميوتيني. ولا حتى محدش احنا مهتم عارفين ايه ده. يعني حتى بقى بيختار اسامي صعبه من كتر ما هو الناس ما بقتش تفتكر اسامي لا، يعني، مش فاهم؟ بتدل على حاجه اصلا. يعني اخر فيلم كان اسمه ذا وركينج مان. مفيش اسهل من كده، ما اه حدش فاهم. كان في راس اوف مان قبلها وكان في. بس ده بجد اللي انا بزعل عليه، انا بزعل جدا على جيسون ستاثام. لان لا في بدايته كان طفره يعني، في بدايته كان مختلف ومميز جدا. الراجل كاجوال يشارك في اهم فيلمين عملهم جاي ريتشي ايام لما كان لسه بيعمل افلام. طبعا. ما اعرفش ايه اللي هو عم بيعمله دلوقتي اه ده. ولا يا عمي حتى الافلام العبيطه، حتى فاست اند فيريوس
كان ليه يعني فاهم، كان ليه اضافه وكرانك وكان ليه تواجد. وترانسبورتر وكرانك والحاجات دي في الفتره الاول. ديت انا كان كل كان مميز كنت جدا. كنت بستنى افلام، يعني انا كنت اه بستنى كل الافلام ديت لغايه مثلا، لا مش وعمل فيلم اسمه سباي، كان طالع فيه يعني بينكت وبتاع وكده، كان حلو. كان لذيذ قوي. عمل حاجات شبه كرانك وترانسبورتر والحاجات ديت، مش عارف سيف هاوس تقريبا او مش عارف وايلد كارد، الحاجات دي كلها كانت لذيذه. ف اللي جراله هو منطقي، يعني اللي هو فيه ده طبيعي، يعني فاهم، هو اصل الزمن داس على كل النجوم بتوع الاكشن اللي بالشكل ده، يعني انا مش، بس هو الفكره ان كان هو عاند قوي، هو مصمم يبقى ايوه، نجم هي بقى وبطل الفكره، اول، بس هي دي لدرجه ان هو الفكره. بقى ينتج ويكتب يعني انت ومش مش عارف ومش تعمل حاجه خلاص. ومش عايز حتى ياخد اللي هو الايه، يعني يعني سيلفستر السالوني يا اخي، انا عارف ان هو اكبر اه وكل حاجه، بس خلاص بقى، يعني فاهم، اه تعالى بقى نطلع ابو البطل اعمل مش عارف ايه بتاع، او انت اطلع فيلن حتى او حاجه، ان هو مش انا اللي على البوستر يعني. العند ده اللي معرفش حتى مين بيدفع ومين بيشتري ومين بيعمل، بس هو انا كنت شفت فيلم في السنه دي كان نازل اسمه ريكليس لسكوت اتكنز، اللي هو بويكا، فيلم ايرلندي تقريبا اوكي نرويجي، اوكي. فيلم يعني غريب كده. بس الفيلم حلو قوي عشان برضه هو محدش مستني منه حاجه، وهو نفسه مش شايف نفسه نجم، فبرضه بيهين نفسه ويطالع مع ناس وبتاع. انا كان نفسي جيسون ستاثام يبقى في المرحله دي، يبقى في الحته دي، لان كمان احنا ما عندناش فيجر اكشن دلوقتي اه تقريبا، ما فيش حد يعني تقريبا كل ما بعيدا عن يطلع، ذا روك مثلا. حد، كل ما نقول لا حتى خلاص، انا بقى يعني بقى صعب قوي، وكل ما يطلع حد نقول هو ده اللي جاي، ما ما بيكملش. عندناش حد في الحته دي خالص، فهو كان اكتر حد ممكن يملأ المكان ده. وكان عنده كتير، كان مميز جدا، وكمان شكله شارب قوي، وهو راجل فيزيكال قوي لحد دلوقتي، بس هو ما اعرفش ايه اللي هو بيعمله ده بصراحه. يعني انا مش مستغرب بصراحه، بس زي انت كده بتقول، انا عشان بحبه بس بيصعب عليا، بس هل ما يعني انا اخر 3 4 افلام ليه مثلا ما اتفرجتش اصلا عليه، مع اني لا انا شفتهم مثلا، كلهم. مع اني دخلت له سينما، يعني انا جات لي فتره كده والله قريب، لغايه كان في بي مان تقريبا او بي كيبر حاجه كده، ده دخلته اه سينما. بي كيبر. ويعني يا اخي ده انا نمت نوم. صعب قوي. التكييف كان حلو، كرسي جميل. ثمن التذكره يعني. ايوه انت فاهم. فمن بعديها قلت يعني الموضوع ممكن هيبقى لا خلاص لا انا شفت كل الافلام طول السنين اللي فاتت، بس انا بجد لما بشوف صوره انا مش فاكر هو ده فيلم ايه، يعني مش فاكر دي من انهي فيلم. ايوه أيوة. هو هي نفس مشهد القصه بنفس بشوفه. كل حاجه. صح صح. لا صعب يعني، فده فيلم ما حدش مستنيه وما حدش هيشوفه يعني. ومحدش عارف ان هو نازل، يعني انا متهيألي لو ما قلتلكمش. اه يعني ما كانش حد ياخد باله. طيب، الفيلم اللي بعد كده فيلم من برضو الجنرال المفضله ليك، فيلم رعب. اه الفيلم اسمه ايس كريم مان، ايس كريم مان. او اي سكريم مان. اه الروشنه بتاعت فانز الرعب دي. عارف. الحاجات دي اوعى. الحاجات اللذيذه دي اللي اه الفيلم ده ليه ممكن نستناه عزيز، علشان المخرج بتاعه بصراحه، المخرج بتاعه مش يعني هو عنده كوارث، عشان بس انا عارف الناس قالوا ما هتخش مثلا عينيها هتقع على بوردر لاندز، ده حاجه يعني اللي هو بتاع كيت بلانشيت. يعني لو وقع اه قدامكم هتتفرج عليه، يعني ده من الافلام القليله اللي انا ممكن اقول لحد فعلا ما تتفرجش عليه. بس كان ليه سلسله من قديمه شويه مش كتير يعني، اسمها هوستل، دي كانت أمم. دمويه جدا، وكان انا بحبها، يعني انا دمويه من اجل الدمويه يعني. حاجه وانت يعني بتحبها. هي سلسله حلوه، سلسله على الاقل في بدايتها حلوه، هو عمل اول فيلمين تقريبا، فكانوا كانوا قويين يعني، وعمل فيلم في 2023 اسمه ثانك جيفنج، وكان مش بطال أمم. والله، مش برضه مش فيلم عظيم يعني، مش عايز ابقى بوعد بحاجات ضخمه، بس هو برضه كان فيلم ممتع ودموي، ويعني هو بيعرف يلعب هو قوي يعني على عموما حته هل في فيلم سلاشر عظيم؟ عظيم يعني اه لو احنا يعني بس سو بس برضه هو يعني مش كان سلاشر نوعا زي ما مش اه سلاشر مش سلاشر انا معاك، يعني انا فيلم سلاشر لو خد مثلا، بعيدا عن الارقام والله، بس عشان بس اقرب اه وجهة نظري يعني، 3 من 5 ده كده يبقى
ده كده عمل اللي عليه. ده يعني انت فاهم فيلم، فاهمني. ف فهو بيعرف يعمل افلام ممتعه. اوكي. وبعدين عنده اوكي. فيلم عظيم اسمه نوك نوك بتاع اه طبعا. انا دي ارمس. يعني ربنا محدش يسامح. مهتم باي حاجه تانية يعني. يا رب. ده افضل اعمال. انا دي ارمس وجون ويك. فهو اه بيعرف يعمل افلام ممتعه. باليرينا وجون ويك. باليرينا وجون ويك قبل ما يكونوا باليرينا وقبل. قبل اكتشفوا. فهو بيعرف يعمل افلام ممتعه، مش افلام بتاع بس، بيعرف يعمل افلام ممتعه، بيعرف يعمل افلام دمويه للي بيحب النوع ده من الافلام. الفيلم ده فعشان كمان كده يعني هو بيقول ان هو بيحضره بقاله 20 سنه، يعني قريت ان هو بيحضر الفيلم ده بقاله 20 سنه. انا الحاجات دي فدي حاجه غريبه. بتقلقني، الحاجات دي بتقلقني بصراحه. اه في كمان حاجه اغرب، ان الفيلم ده اللي عامل الساوند تراك سنوب دوج، مش عارف ازاي وليه وامتى وفين. دي تقريبا اكتر معلومه ضحكتني السنه دي، عشان هتلاقي ان اهو هو سنوب دوج عامل. اهو اسم الفيلم ده سنوب دوج هو اللي مختاره، ايس كريم مان. سنوب دوج ايريليفنت، منفصل عن الحياه تماما من التسعينات، فانا مش فاهم ليه لسه موجود يعمل موسيقى افلام يعني. وحتى يعني الاكسكيوتيف بروديوسر ناس، يعني في ناس مغنيين كتير في الفيلم مش عارف بيعملوا ايه جوه. فدي حاجه من الحاجات الغريبه في الفيلم، يعني انا اشوفه عشان كده، اشوفه عشان سنوب بصراحه. بس يعني عايز اشوف هي بيعمل ايه جوه، بس لانه ممثل كمان. فيعني انا مش قادر اقول لك ان انا يعني اصل في افلام انا بقلق وانا برشحها. انا متحمس مم. ليها وانا هتفرج عليه، واول ما ينزل هبقى قاعد قدام الشاشه. بس ارشحه على الاقل عمياني كده لا. صعب. يعني هستنى. لانه حتى كمان الجنرا ديت مش في ناس كتير ما بتحب، يعني ما بتحبهاش، ومفهوم. انا فاهم الناس انا ما اللي بفهمهاش بس. ما انا بقول لك انا مفهوم يعني بصراحه، يعني انا يعني في حاجات. انتوا خليتوني اتفرج على تريفاير. انا بجد انا مش فاهم. انا مش فاهم انتوا ليه مبسوطين. ما هو هي دي الفكره، انا قاعد بتفرج بس أنا مش فاهم. هتشوف كميه الدم دي فين في حياتك. ليه اصلا اشوف كميه الدم دي في حياتي؟ هي تجربه، دي الفكره يعني. تجربه. الله يسامحكم يعني. اي خدمه يا باشا. فلا، مش الجينيرا المفضله بالنسبه لي خالص. فا ماشي. وبعدين برضو خد بالك الافلام اللي بيبقى افلام الرعب اللي بتبقى مرتبطه باطفال صغيرين دي بتبقى ديستربنج جدا، وانا ببقى يعني اه ضايق، وكمان ضايقت الاطفال هنا مثلا. اصلا هم اللي بيقتلوا. انا بقول لك تبقى ديستربنج جدا، اي حاجه فيها فدي اطفال في الرعب الموضوع بيبقى فاهم. بيبقى مم. مقعدك على طرف الكرسي يعني. فممكن يطلع حلو. انا انا متحمس له بصراحه، انا متحمس له، بس مم. هستنى يعني هتفرج اتفرج هتفرج وقول حلو، بس ما ترشحوش يعني، قول حلو وخلاص. لا لو حلوه انت اللي عارف يشوفه ده على انا مسؤوليته بقى. ده انا هطبل تطبيل ابن لذينه يعني ده انت فاهم، بس يعني انا لسه ايه لغايه دلوقتي مش. طيب الفيلم الجاي بقى. يا اه رب الفيلم يا رب الجاي يا رب يا رب يطلع حلو. يا رب. الفيلم الجاي واكتر فيلم انا متحمس له فيهم تقريبا وان نايت اونلي. مم. ليه متحمسين له؟ قص عشان قصته. طبعا عشان الحبكه بتاعته. اه البلوت. هو بجد قصته حلوه. قوي. الفكره بتاعت عايزين بقى عايزين نذكر في الفيلم. الفكره بتاعته حلوه قوي. وفي البيك. يعني يعني مش في ايوه، لا الفكره بتاعته في البيك جدا يعني آه، وبعدين فكرته مدعومه من اندرو جارفيلد. واندرو جارفيلد يعني مم. انت عارف احنا انا في البيك هو انا كمان. بحب اختياراته. بحب اختياراته. لا بثق في ذوقه يعني. ايوه بصراحه. هو ذوقه حلو بصراحه يعني. يعني من بصراحه زمان. الراجل الراجل عدى العيب. هو الفيلم عامة فكرة الون نايت دي، ان انت في ليلة مسموح لك تعمل فيها علاقة مع اي حد، بس هي ليلة. حاجة كده بالمناسبة زي ذا بورج اللي هو الفيلم الرعب. ايوه انت ايوه ليلة مسموح لك ليه فيها بنقتل. بتقتل اي حد. اه بس هنا يعني ليلة ما بنقتلش. فدايما فالمفروض ان هي طول الليلة دي في اتنين بيتقابلوا بيبقوا حابين ان هم يقضوا الليلة مع بعض. بس طول الليلة بتحصل مواقف تبعدهم عن بعض. واتوقع الكوميديا ممكن تيجي من هنا.
وكمان الافكار دي دايما الكوميديا فيها بتبقى غير متوقعه، لان انت معتمد بقى على انت عامل ايه، المواقف اللي هتحصل طول الليل، وكمان مساحه محدوده والمكان محدود، فالموضوع بيبقى لذيذ. والابطال بقى ممكن انت تعرفنا بيهم ليه، كمان ده هيخلي الفيلم احلى يعني. الابطال هم مونيكا بارباو. بس ابطال هم مونيكا باربارو. بس والحقيقه يعني الحقيقه الست التاتش. من وقت ايه، من وقت انا اول مره شفتها كانت في مع توم كروز في توب جان. هو هي عملت حاجه تانية تقريبا. وقبله يعني انا دي اول حاجه ممكن اكون فاكرها لها يعني. و هي بقى يعني عملت و كومبليت انون برضو، بس كومبليت مان بعد كانت بعد كانت بعده وكانت اه كانت بجد كانت هايله. كان جميل اه. بعيدا عن الهزار، هي بجد ممثله اه فعلا ممثله حلوه يعني شكلا، وحلوه اداء وخفيفه كده على الشاشه. وانا حابب ان هي تاخد ادوار اكتر. آه، وهي لايقه كمان على الفكره يعني. بالظبط. والبطل اللي قصادها العريس الجديد. اه كانت جوز دول بقى. عارف انا الراجل. انا بجد ما بهتمش باسمه يعني، انا لحد ايوه دلوقتي مش والله مهتم. جوز دول. هو صاحب دوليبة، خطيب جوز دوليبة، جوز دوليبة، على حسب هو في أنهي مرحلة. الراجل السنة اللي فاتت عمل فيلم مع إليزابيث أولسن، والسنة دي عامل فيلم مع اه مع مونيكا بارباو، وفي النص اتجوز دوليبة. فأنا مش عارف بصراحة. مش عارف في هو ايه. محظوظ يعني. مش عايز يهدى، مش عايز يهدى الراجل. فالفكرة لذيذة والأبطال خفاف. المخرج عمل حاجات حلوة قوي، زي انا مش عارف انت بتحبه ولا لا، فريندز وذ بنفيت. اه بحبه جدا. انا بحب يعني هو الفيلم ده الوحيد قوي. اللي بحبه من أفلام المخرج يعني. انا الفيلم ده يعني وعمل اني وان بحبه بات قوي. يو برضه تقريبا. وعمل اني وان بات يو، وعمل سي اه اي بتاع ايما ستون في اه بدايتها. ده كان فيلم 2012 باين او كان فيلم 2011. كان اه فيلم كان لذيذ برضه. برضه 2010 كان فيلم تقريبا لذيذ. اه. اني وان بات يو، انا يعني انا ما حبيتهوش بس ما كرهتوش، يعني مش الفيلم فيه القدر الكافي من كل الكرنج ومن كل الافواره اه ومن هو كل بس كان البتاع. بلاستيك زيادة عن اللازم برضه. مليون في المية، بس عارف امم مش اللي هو تقفل، انت مكمل مع العبط ده. ودي ممكن تكون شطاره مخرج على فكره، يعني هي ممكن تبقى اه شطاره مخرج. فانا متحمس للفيلم ده بصراحه، يعني حاسس ان هو ده هو أكتر واحد متحمس له. حاسس ان هو على الاقل هيطلع حلو. عارف انت الافلام اللي هي ايه، حلو ممتع لذيذ هتقضي معاه وقت حلو وتمام. انا حاسس ده. او وبعدين انا كمان الجينرا دي ما فيهاش كتير يعني، اللي هي وانا روم كوم نوعا ما. انا بحب الجنر دي. انا بجد بحب الجنر دي. والفيلم اللي فيها اللي بيديني، بس عارف يا عزيز، بيشعر لي بس كده بتاع، انا تمام انا بشتري. اشتريت. وفي افلام كتير في الفتره الاخيره، مش عارف كان في ابجريد تقريبا، وكان في اه مش عارف في كذا كذا فيلم كده من النوع ده. انت الفيلم ممكن تنساه، بس طول ما هو شغال انت مش متضايق. ما تفكرش في حاجه يعني، انت مبسوط مع الفيلم ايوه وخلاص. بالظبط. فدي اتوقع الافلام دي هو ده اللي بتبقى جاي حلوه. اقدمه. بالظبط، بتبقى فيلم حلو، سهره حلوه كده لذيذه وبتاع وخلاص، وبنتكل على الله يعني. فده فيلم يعني انا متوسم فيه شويه خير في وسط هو يعني افلام الامل عليه يعني. هذا الشهر. آه، الفيلم اللي جاي بقى ايه، عندنا رائعة ماثيو ماكونهي. الفيلم اسمه ذا رايفلز اوف امازيا كينج. انا زيك. الفيلم ده فيلم قديم، الفيلم ده من 2025 واتعرض والناس واتشاف السنه اللي فاتت والناس حبته او كرهته وخلاص. متهيألي نزل مهرجانات كتير او حاجه، متهيأليش اتعرض رسمي يعني، بس انا قصدي هو فيلم قديم، انا ما اعرفش هو ليه متأخر كل اه ده. هو نزل مهرجان، والناس كمان نقاد يعني كانوا فرحانين بيه، والناس شكرت فيه كتير، بس ما تعرضش على مستوى الجماهير يعني. لسه هيتعرض في نص الشهر ده. ما اعرفش هيوصل لنا ولا لا يعني. بس انا بحب ماثيو ماكونهي بصراحه. يعني انا الراجل صعب قوي الاقي له فيلم جديد ما ادخلش اتفرج عليه. انا بالنسبه بس هي لي برضه نفس الفكره بتاعت ان هو يعني اعماله الوحشه اكتر بكتير من الحلو. لا، الحلوه حلوه قوي لسه ما كنت عدا هقول واحد، لك. لسه والوحشه كتير. لسه كنت
لسه كنت هقول لك، هو انا شايف ان هو ظالم نفسه. يعني انا شايف ان هو ظالم موهبته، جدا. فاهم؟ يعني هو بجد من الناس اللي هو كان المفروض يبقوا في مكانة تانية، المفروض يبقى عندهم سي في افلام وفيلموجرافي غير كده خالص. لان هو فعلا حتى الافلام الوحشه يا عزيز بتلاقيه منور، بيبقى كويس نفسه فاهم؟ تلاقيه هو نفسه منور. بس هو برضه جه فترة كده دخل في مود فلسفة وبقى حابب يطلع في انترفيوز يقول كلام عميق فيعني هو اتأخر شوية برضه. يعني وسط جيله لو لا حبينا نقارنه كتير. بيهم هو ما جاش يعني هو ما حدش بيفتكره. هو في ناس انت بتقول عليهم وحشين، وفي ناس بتقول انت للاسف، وده ما حدش حتى بيفتكره. وده انا شايف هي مشكلته، يعني هي مش مشكله حد. هي مش 100% هي مش مشكله اي حد، لان انت كنت وصلت النقطه انت فعلا ممكن تعمل اي مشروع انت عايزه. مم. انت تقعد حاطط رجل على رجل هو الراجل وتختار خد اوسكار وبعدين عمل فيلم من يعني انجح الافلام جماهيريا وبعدين نام يعني. وتختار. وحتى لما طلع مع سكورسيزي في وولف اوف وول ستريت عمل وولف مشهد وول ستريت انت يعني هو عمل مشهد الناس طالعه فاكراه محفور لحد لحد دلوقتي. النهارده، فاهم قصدي؟ فلا، انت كنت تقعد تحط رجل على رجل وتعمل المشروع اللي انت عايزه، تختار كده والورق يتحط قدامك والمنتجين يجوا يقولوا لك عايز تعمل ايه يا باشا. فلا، هو يعني الموضوع كله عنده بصراحه. بس برضو ده من الناس اللي انا بتضايق على حاجاتها، لان هو دايما كويس، دايما كويس. السنه اللي فاتت كان عامل فيلم بتاع الحرايق ده، مش فاكر كان ذا اسمه. لوست باص ايوه. انا عجبني ما الفيلم. حبيتوش خالص. انا عجبني الفيلم بصراحه. بس يعني بعيدا عن مستوى الفيلم، هو عزيز ممثل هو ابن ممثل الذين. جامد. اه بس الفكرة ان انت حتى دلوقتي هتلاقي الناس بتقول فين جاك جيلنهال، محدش بيقول فين ماتيو ماكونهي عشان هو ما مليون في المية. برضو مليون في الفترة اللي المية. هو نور فيها قوي سنتين ثلاثة. يعني الفرق بين دالاس بايرز كلاب لا. وانترستيلر وولف وول ستريت 3 سنين. وبعدين بعد كده ومثلا عمل ترو ديتكتيف كمسلسل، مش عارف شفته ولا ايه. اه طبعا، كان طبعا. عملاق في ترو اه طبعا، ديتكتيف بس طبعا. بعدين ما فيش يعني. ما انا بقى بقول لك الفتره ديت هو كان المفروض يطلع منها رقم واحد. يا عم المفروض. انت فاهم، من التوب فايف في الصناعه. هو ما عملش كده. ففكره ان هو منسي ديت، انا معاك فيها. طبعا منسي، حتى مش وحش هو يعني، كان حتى موجود مش في متقال تروبيك ان هو ثاندر. كان كان موجود في تروبيك ثاندر. كان موجود في هو الوحيد تقريبا في تروبيك ثاندر دلوقتي، هو اقلهم من كل اللي كانوا موجودين. للاسف. فيعني لا على فكره صعب. هو حتى ما خدش خط الافلام السوبر هيروز وبتاع، يعني هو ما عملش حاجه. وما عملش حاجه فعلا. هو ما عملش قاعد حاجه. بس يقول حكم. يعني هو ما عملش حاجه، يعني هو حتى لا، ولا حاجه. يعني ما خدوش مثلا شخصيه في الهيصه ايام لا مارفل لا وهيصه مارفل وبتاع وراح، لا ولا حاجه. فصعب. بس تاني، هو المخرج، ما يعني انا المخرج بالنسبه لي مين؟ ولا حاجه يعني. ده تاني فيلم ليه، وبس هو ماثيو ماكونهي. قول. هقعد هو الفيلم اتفرج. بيتباع بيه. يعني وبرضه في تاني. كمان حاجه في تفصيل الشخصيات. فكره هو المفروض ان هو راجل نحال وبيحب الموسيقى، اللي هي الحاجات الغريبه اللي هي ليه المهنه دي موجوده في البطل، هنوظفها ازاي. بيقلد اه. بيقلد بيقلد جيسون ستاثام يا حبيبي. في ما كيفك ده طبعا. ايوه، ما ده بقى ده هيوصل نفس المستوى ده, بالظبط يعني ده مش هنطلع الغل يعني. بقى. ده الغل يا الراجل حبيبي، ده ساب الغل. بصمه برضه. ايوه، ايوه. وبعدين مش يعني ما هو لانثيموس كمان عمل لنا النحال ده السنه اللي فاتت. لا، لا، لا. انت عظيم. ده فلا احسن يعني نحال شفته في حياتي يعني. احسن. فاهم؟ فال لا، المهنه مهنه قويه سينمائيا، بس فعلا انا مش عارف مين اللي اه. بيشتغلها دلوقتي. وكانت في هانيبال برضه، فلا هي مهنه مميزه. آه، هنشوف هيعمل ايه. بس يعني هو برضه مش مستنيين منه حاجه قوي غير ان انت تشوف ماثيو ماكوني لسه كويس ولا ايه. انا بصراحه مش يعني برضه فيلم منصات قوي يعني. اه ممكن يفاجئني، ممكن يطلع حاجه زي ما الكلام طالع عليه على فكره. هو يعني هو كل الكلام عليه وقت ما اتعرض في المهرجانات كان قوي يعني. ف بس هو حتى من نوعيه الافلام، يعني من نوعيه الافلام ان حتى لو طلع حلو ما تعرفش تبني عليه حاجه. لا، ما لا، تقدرش تقول لا. ان هو عوده ماثيو ماكونهي. يعني هو هيبقى برضه فيلم حلو اتعمل واتنسى وخلاص. ايوه، ما هو خصوصا لو تلاقيه مثلا. متاخر سنه. هو لسه عامل، بس هقول لك هو تلاقيه مصور الفيلم ده من سنتين. هو لو كان في عوده كان زمانه عاد اه بقى يعني. ما انا كان بقول لك زمانه يعني هو عايد الفيلم دلوقتي. حتى
الفيلم حتى فقد كتير من يعني انتظاره ان هو لا يمثل اي شيء غير ان هم لو هيبقوا حلو هيبقى ساعتين حلوين وخلاص يعني. صح، مليون في المية، مليون في المية. طيب احنا قربنا نخلص. الفيلم اللي جاي معانا ده آخر فيلم سينما هنتكلم عنه اه قبل ما نشوف فيلمين منصات. الفيلم اسمه ايديوتس. إيديتس، بطولة ديف فرانكو. ديف فرانكو. وأنا بحب ديف فرانكو. انا بحب يعني معرفش. مش فرانكو المفضل بالنسبه لي بس بحبه انا جدا. يعني اه طبعا، ما طبعا يعني، بس انا لسه كنت هقول لك اه انا مش عارف انا بحبه ليه يعني. انا مش عارف هو انا بحبه ليه، لذيذ بس. بس يعني ما بيضايقنيش، فاهم؟ طول ما هو اه موجود وجه مألوف كده قدامي، فانا تمام يعني. في اي سبب ان احنا نتحمس للفيلم ده؟ هو السبب ديف فرانكو ان هو وجه مألوف زي ما انت قلت وحد برضه بقالنا كتير ما بنشوفوش واي حاجه من ريحه الحبايب من ريحه جيمس فرانكو فتمام. وتاني حاجه ان هو فيلم كوميدي رود تريب ان هم المفروض برضه تكوينة الشخصيات واحد نصاب وراجل متدين بس عنده شويه مشاكل المفروض ان هم يحاولوا يوصلوا فتاة مراهقة يوصلوها المصحة أو حاجة. ففي أحداث بقى في خلال الرحلة. أفلام الرود تريب دي عامة بتبقى دايما لذيذة عشان أنت مش عارف إيه اللي ممكن يواجهك في الطريق. بس وكمان غايبة عننا بقالها كتير ما بتتعملش كتير يعني. لسه كنت هقول لك فا بقالها فترة. مش كتير بقالها فترة طويلة مش بس آخر فترة يعني بقالها فترة طويلة ما بتتعملش. فيعني دي الحاجات اللي ممكن تخلينا نستناه إن هو لو اتعمل حلو هيبقى فعلا فيلم حلو ومميز يعني. آه ال- ال- المخرج بتاع الفيلم اخراجيا ما عندوش حاجه، بس اتفاجئت ان هو مم. كممثل مثل في ده موجود في اوبنهايمر كممثل. مين ما كانش موجود في اوبنهايمر؟ يعني انت، انا وانا ببص كده والله موجود في يعني فاهم، موجود في حاجات كتير. بس ما تعرفش عمل تمسكه يعني. كان عنده فيلم اسمه بلو روين، فيلم محد يعني، فيلم كده نكره بصراحه. مش بطال، مش بطال، فيلم مش وحش. وهو برضو كان ممثل فيه. فهو غالبا هو كان يعني، هو كارير التمثيل ده كان واضح ان هو ده الحاجه اللي هو مم. بيزق فيها يعني. ما اعرفش ايه دلوقتي اللي خلاه فجاه يقول يلا بينا نخرج يعني. بيخرج كوميدي كمان في افلام حركه يعني. آه يعني برضو الفيلم ده ما اعتقدش برضو انه هياخد اي هايب او هياخد اي لا لا هياخد خالص. عينينا خالص. بس يعني لو شفتوه قدامكم كده بعد ما ينزل ديجيتال يبقى بصوا عليه بص، اسمه ايديوتس. ممكن يبقى لطيف يعني. احنا بس حبينا ان احنا نذكره عشان هو غالبا هيتنسى في وسط افلام وسط العبط وعشان ما ده. فيش غيره الشهر ده يعني. لا، شهر يعني شهر يعني عظيم. خلي بالك هم محظوظين ان هم مع بعض يعني الافلام دي لو متفرقه على السنه عمرهم ما يتشاف هيدهسوا يعني. ولا برضه هيتشافوا هم مع بعض بس يعني. بس ممكن يطلع منهم واحد يعني. ممكن يطلع منهم واحد يتساب. عندنا فيلمين هينزلوا ستريمينج منصات على طول. اول فيلم هيتعرض في اخر الشهر يوم 28، يوم 28 8، اسمه ذا ويسبر مان. واتفضل قول لنا الكاست كده يا استاذ عزيز، عشان دي حاجه مش احنا وقفنا عندها بصراحه، لو ايه ده. انتوا لسه عايشين؟ هو ال... اللي لموكوا على بعض. الكاست عندنا روك دينيرو ومايكل كيتن وادم سكوت وميشيل موناجان. يعني تشكيله لو مثلا من 10 سنين وهم لسه على يا الاقل اخي دينيرو قادر يمشي كان هيبقى كاست مميز قوي يعني. انت يعني لا، هو دينيرو قادر يمشي غصب عنك وغصب عن اي حد وغصب عن بس ماشي غلط. عشان بس ماشي. بس غلط والله. غلط بقى صح، بيعرج يعمل اللي هو عايزه. الراجل ده يعمل اللي هو عايزه، الراجل ده يقعد على كرسي بعجل ويمثل. يعني الراجل ده يعمل اللي هو عايزه وريدلي سكوت يعمل اللي هو عايزه. طب ما اه، نقفلها بقى. ما نقفلها. لا يعني انت احنا ورانا حاجه؟ لا ما لا نقفلها. لا انت منحاز جدا. هو انا روبرت دينيرو يعمل اللي هو عايزه، بجد يعمل اللي هو عايزه. انا هستنى ما هو الفيلم ده، هيبقى احلى فيلم في الشهر. هو بالفعل بيعمل اللي هو عايزه بس بقاله 10 سنين بيعمل اللي هو عايزه وبيطلع وحش فتمام. لا ما بيطلعش وحش. ليه بيطلع وحش ليه؟ ليه بيطلع وحش ليه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مفيش الكلام ده، الكلام ده كان عامل دور توأم مميزين جدا من سنة الكلام ده تقريبا أو سنتين الاتنين وحشين. عمل ذا ايرش مان من اقل من 10 سنين. اه يا دوب 10 سنين.
من اقل، لا معلش انا اسف، لا 7 سنين صح؟ 2019 ايش 2019 قريب شويه أهو، 7 سنين. 7 سنين. 7 فلا يا سنين معلم. دول يعني كان ماشي، بس هو فعلا يعني الكاست سب- نفسه 7 سنين مميز، دول في بس عمر مفيش. 7 سنين دول في عمر دول ولا حاجه عشان بس تبقى فاهم. ماشي، ما هو قبل ذا ايرش مان كان بقاله 7 سنين برضه ما بيعملش حاجه. لا يا معلم، الراجل ده يعمل اللي هو عايزه. هنرجع كتير الراجل قوي. ده لا، مش هنرجع كتير ولا حاجه، الراجل ده راجل عظيم ويعمل اللي هو عايزه. طبعا. و و يا اصل انا ممكن اقول لك دلوقتي ب 20 فيلم ليه وبتاع، فما ما تستعبطش يعني. ايوه ممكن، انا ممكن اقول 50 فيلم حلوين لدينيرو، بس دلوقتي خلاص الموضوع بقى صعب يعني، لان والله حتى مهما يعني ايوه ماشي قلنا ان هو انا هيبقى فاهم فيلم عودة السن. العصابات وكده. السن ليه، مفيش. السن ليه احكامه وكل الكلام ده. انا ما بقى يعني، ما هو احنا اصل العند يعني فاهم، هنقعد لغايه امتى؟ اه انت فاهم. ايوه بس بيعمل حاجه ممكن تبقى لايقه عليه شويه يعني، لو عمل حاجه لايقه عليه وعلى سنه وعلى بتاع. انا الراجل ده بحب اشوفه، انا شفته قدامي هو اكيد يعني كلنا هننبسط ان احنا اه نشوفه، اه. بس يعني الفيلم نفسه غير ومش مبشر قصدي يعني، ومش حتى قصدي لا، القصة. ما برضه عشان بس الناس انا مش قصدي الفيلم اه يعني فاهم يعني. هو عنده فيلم في نوفمبر تقريبا اسمه فكر ان لو. ده ممكن اكون متحمس له اكتر اه على فكره. اوكي. يعني ده ممكن اكون متحمس له اكتر من ده بكتير. لان حتى سنه الكوميديا القبيحه دي من دينيرو انا بحبها. هو عنده الحتة دي بيعملها حلو قوي، اه وهي اكتر حاجة لايقة عليه دلوقتي، مش محتاجة مجهود وبس كاريزما، فهو يعرف يعمل ده كويس يعني. بالظبط. فبعيدا عن الفيلم ده، انا بس انا بلوش في عزيز. بس هو الكاست غصب عنك لازم يخليك تقف قدامه. انا يعني دي الحاجه برضو اه يعني مايكل كيتون يعني، هم يعني عملوا دي قبل كده فيلم مع بعض تقريبا، دينيرو ومايكل كيتون كان عملوا حاجة مع بعض، فاكر تقريبا عملوا حاجة مع بعض مش فاكر بصراحه. أه... عملوا حاجه مع بعض. تقريبا. مش عارف انا ممكن جاكي براون. انا دلوقتي جاكي براون، اه. اه ماشي، بس يعني اه جاكي براون. ما يعتبرش مع بعض قوي يعني فاهم. اه بس طلعوا يعني، قصدي ان هم يعني كانوا مع بعض في نفس ما هو ده مش حاجة برضه. فالفيلم لا بس بس. يعني فاهم، ناس بنحبها ومتجمعين اه مع بعض وكلهم حلوين. ادم سكوت انا بحب ادم سكوت، وميشيل انا بحب ميشيل مناجم، يعني هم كلهم برضو نفس فكره كده الفيلم بتاع ريدلي سكوت. الناس كلها خفيفه كده وجميله واحنا بنحبها. وكمان عارف. القصة هنا يعني يطلع منها المعقول، يعني العادي بتاعها هيبقى لذيذ. واحد ابنه بيتخطف وبيروح لأبوه يساعده، وبيبقى أبوه بينه وبين المجرم علاقة قديمة. هي قصة عادية جدا وكليشيه، بس لو اتعملت حلو مش هيبقى فيلم وحش يعني. يعني انا متهيالي الفيلم ده لو طلع بس مش مم. وحش هيبقى يعني اه ممتاز. لذيذ تمام. وهو في الاخر كمان مش سينما يعني، هم برضو انا الحته دي برضو في افلام كتير قوي بتنزل في السينما عزيز، انا بحس ان هم بيقاوحوا خلاص. هو الفيلم ده اه هو ده كده، هو فيلم منصات. فانت اوريدي بتقول الناس دي والله معترفه ان ده مش فيلم فاهم. هم نفسهم مش واخدينه بالجديه ديت، او مش حاطين فيه لأنه جزء. هيبقى عناد غلط يعني، مش هيجيب حاجة. يشكروا فيلم منصات هينزل نتفرج عليه ونسلم على عمنا دينيرو لغايه ما نشوفه تاني في شهر 11 وتمام على كده. انا هبقى مرضي. زي الفل. طيب الفيلم الاخير اللي هو المفروض اصلا يكون نزل يعني. احنا اللي هو خلاص الناس بتتفرج دلوقتي. فانت فاهم روحوا اتفرجوا عليه. هو فيلم رعب وخيال علمي وكده، اسمه سول ميت. الفيلم شبه انا متهيألي يعني هيبقى شبه الافلام اللي هي الافلام الاخيره اللي بتتكلم عن الروبوتس والروبوتات اه انت فاهم والحاجات ديت. كان في فيلم السنه اللي فاتت اتعمل كان اسمه ايه؟ كان في ميجان، بس ده من كام سنة تقريبا، هو نفس العالم. يعني هو حاجه انا نسيت اسم مم. الفيلم اللي انا كنت يعني عايز اقول كنت عايز اقول عليه. بس هو حاجه في الايه في السكه ديت. فيلم رعب غالبا يعني هيكون عبيط. ما فيهوش ما فيهوش اي حاجه مميزه اكتر من كده. حتى الكاست يعني مش حاجه مبهره او حاجه نستناها. بس يعني اللي بيحب افلام الروبوتات والروبوت اللي بي،
بيعمل هي عموما مشاهد الموضوع ده بتاعه ولا اتهرس حاجة. قوي اخر كام سنه، سواء في افلام طويله او افلام قصيره. حاسس ان هو خلاص بدأ يفقد زهوته يعني. هيبقى مجرد فيلم بيتكلم بالظبط. عن الاي اي ان هو خطر وخلاص. وهو الاي اي خطر، فخلوا بالكم. ادي عملنا فيلم واحنا قاعدين اهو. فيعني عشان لو حد لو حد مصاحب حد اي ما اي او حاجه يعرفش. ياخد باله. حد ما يعرفش المعلومه دي. اه فزي ما انتم شايفين، شهر عظيم، شهر مليان حافل يعني. افلام. احنا متحمسين ليها جدا. اتمنى ان الحماس يبقى يعني كان واضح علينا، لان كمان يعني كمان يعني الحلقه بتاعت الشهر ده الاستاذ الدكتور محمد شربيني مش هيكون موجود معانا، علشان برضه ما فيش افلام برضه مفيش مفيش حاجه افلام الشهر ده يعني. نتكلم عنها. ويعني هي ضرة التاج فيلم الجواهرجي للفنان العائد، مش عارف عائد ولا لا، محمد هنيدي ومنى هو زكي. هو راجع ياخد منى زكي معاه ويمشي يعني. هو راجع عشان ياخدها. وياخد حاجات مننا اه. وهو ماشي. فيعني فيلم الجواهرجي كمان هيبقى موجود في السينمات، مش عارف كمان اسبوع ولا اتنين، والله مش فاكر الميعاد قوي يعني. بجمله الافلام اللي احنا والست لما، يعني عشان برضه شربيني اكيد مش قال اوحش لي من عليه دول. قبل. بجمله الافلام اللي احنا يعني ايه مستنيينها ومتحمسين لها. وزي ما قلنا غالبا هندخل سبايدر مان تاني، وهندخل ذا اوديسي تاني او رابع بقى في حاله استاذ رابع. عزيز. بس يعني الموضوع عمره ما كان عن الافلام، والموضوع عمره ما كان عن حماسنا عن الافلام، ولا كان عن الافلام اللي احنا ما جت افلام حلوه. والشهر اللي فات كنا بنتكلم على ذا اوديسي وعلى مش عارف ايه، والشهر اللي قبليه كان عندنا موضوع القعده الحلوه والضيف الجميل. ويعني هنعوز ايه اكتر من كده؟ والله هنعوز ايه اكتر من كده والله؟ يعني انتوا شايفين عزيز لمده ساعه دلوقتي ولا ساعه وشويه؟ اعتقد يعني اتمنى ما حدش بس يقلب الموبايل غالبا ويسمعوا الصوت بس يعني. برضو يعني برضو هم ما حدش يطول. سامعين. سامعين عزيز لمدة ساعة. برضه ما حدش يطول يعني. ف انا يعني والله كان نفسي يا عزيز يبقى يعني نبقى في شهر احسن من كده. احنا بس كده احنا كده القناة معانا يعني، والنت موجود وتمام يعني. الورق نتعوض في شهر ورقنا تاني. اه. والحاجات حاجاتنا وبتاع واحنا في حاجه هنعملها قبل نهايه السنه ان شاء الله. هنخليها مفاجاه يعني، ان شاء الله ان شاء الله. لسه متفقين عليها قبل ما نصور. واحنا بنصور. فهي مش خطه قديمه ولا حاجه يعني، عشان كان في خطط قديمة كتير بس فشلت. ما نفسي نتكلم يعني احنا فيها خلاص. خططنا كتير. اه. عزيز خد اجازه اسبوعين عشان شغال على حاجه، وما والاجازه ما خلصت خلصتش ورجعنا برضه. الشغل. بس يعني انا مش هاخد ده اجازة موضوعنا. تانية قربت يعني. ما علينا. بس ده مش موضوعنا. هيكون في حاجه ان شاء الله تبقى حلوه قوي قبل نهايه السنه. ان شاء الله. بص انا مبسوط. انا مبسوط تمام. اكتر والله، مبسوط مش جدا يعني. مبسوط يعني مش مبسوط بالافلام، مبسوط ولا ريدلي سكوت بقى ولا دينيرو ولا بتاع. مش فاجأة بقى خلاص احنا زعلنا سارة واللي كان. اوكي. بس انت عارف انا بحب انا ممكن اعمل معاك حلقه كل يوم. والله انا ممكن اجي لك مخصوص نقعد نتكلم كل يوم سواء والله في كان السينما او بره نفسي السينما. والله كان بس نفسي يعني بس منه لله سندوتش الشيش. من المسافات ده يعني مش هنجيبها بس يعني. والله والله العظيم يعني كنت بفكر لولا. كده في حاجه، بس يعني ما ظبطتش. بس ان شاء الله هتعوض يعني. يعني الموضوع برضو مش على يعني بعيدا عن المسافات وبعيدا يعني مش بعيدا عن المسافات وبعيدا عن الافلام. وبعيدا عن الحلقه. بس لا يعني. يعني متهيألي واضح ان انا مبسوط. ويا رب يعني نبقى برضو خفاف على قلب ال 100 150 واحد اللي بيتفرجوا كل شهر. على ان راسي شاء والله، انا الله. مش قصدي حاجه. على راسي. المره ده يزيد استنى. ايوه. عايز هيجيب لنا صفارين ثلاثه. 50 53. فعزيز انا والله العظيم مبسوط وان شاء الله مش هتبقى انا اخر مبسوط حاجه. جدا والله. انا عارف يعني ان احنا مبسوط ان احنا عرفنا نطلع حاجه اولا من الافلام اللي ما يطلعش منها حاجه، بس ده عشان فعلا الكلام معاك دايما بجد ممتع، وانا ببسط بالكلام معاك from day one يعني. وان شاء الله ان شاء الله دايما في حاجات اقدر وحاجات احسن ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. حبيبي عزيز حبيبي.
بس كده احنا خلصنا افلام شهر 8. اتمنى ان الحلقه تبقى لذيذه وخفيفه، وان شاء الله ده تقليد هنفضل مكملين عليه باذن الله باذن الله. زي ما قلت قبل كده، دي واحده من امتع الحاجات اللي انا بعملها والله. انا ببقى مستني الحلقه بتاعت كل شهر. الشهر الجاي عندنا ضيف مميز، مش الظهور الاول، بس هو مميز، ضيف مميز جدا. اعتقد انتوا يعني هتبقوا مبسوطين بيه. مش عارف لسه ايه هي الافلام اصلا اللي موجوده الشهر الجاي، بس انا عارف مين هو ان شاء الله تبقى احسن من دي. يعني اكيد هتبقى احسن من دي. لا مؤاخذه بس انا خدت الوحش كله وخلاص يعني. تمام. لحد ما اشوفكم الشهر الجاي. سلام. سلام.